من انطلاق كأس إفريقيا توتال إنرجيز 2025 نهار 21 دجنبر، المدن المغربية المستضيفة ما بقاتش غير فضاء للمباريات، ولكن ولات محرك حقيقي للحركة الاقتصادية والتجارية. في الدار البيضاء، خصوصا في موروكو مول والمناطق التجارية القريبة من الملعب، سجل توافد كبير ديال الجماهير المغربية والإفريقية. حسب تقديرات مهنيين في التجارة والخدمات، المبيعات ديال الأقمصة الرياضية، الهدايا والمطاعم عرفات ارتفاع كيتراوح ما بين 20 وحتى 35% مقارنة مع نفس الفترة من السنة اللي فاتت، خصوصا في أيام المباريات الكبيرة. في الرباط، المدينة العتيقة وسوق باب الحد عرفوا انتعاش واضح منذ بداية الكان. تجار الأعلام والأقمصة والصناعة التقليدية كيأكدوا باللي الطلب تضاعف تقريبا في بعض الأنشطة، وزيارات السياح الأفارقة والأوروبيين رفعات من رقم معاملات المقاهي والمطاعم الشعبية بنسب كتراوح ما بين 25 و 30% إلى حدود دابا. في أكادير، سوق الحد كان من أكثر الفضاءات اللي عرفات حركة استثنائية. حسب معطيات أولية من جمعيات مهنية محلية، مداخيل عدد من التجار طلعت بأكثر من 40%، خصوصا في بيع القمصان، الأوشحة والمنتوجات المرتبطة بالمنتخبات المشاركة في البطولة. أما مراكش، فساحة جمع الفنا والأسواق المحيطة بها ولات تعيش أجواء احتفالية يومية. المهنيين في السياحة كيهضروا على ارتفاع في عدد الزوار والليالي السياحية بنسب كتراوح ما بين 20 وحتى 30% منذ انطلاق الكان، والأثر باين في مبيعات الحرف التقليدية، المأكولات الشعبية والهدايا. وفاس، المدينة العتيقة والأسواق التاريخية استفادت حتى هي من هذه الدينامية. الإقبال على الأعلام، الزينة والمنتوجات التقليدية تزاد بشكل ملحوظ، والتجار كيهضروا على موسم تجاري أحسن من نفس الفترة في السنوات الماضية. إلى حدود اليوم، كأس إفريقيا 2025 مازالت كتأكد باللي ماشي غير تظاهرة رياضية، ولكن رافعة اقتصادية حقيقية، كتنشط التجارة، كتخلق مداخيل إضافية، وكتخلي آلاف العائلات المغربية تستافد بشكل مباشر من هذا العرس الإفريقي. ما تنساش دير أبوني وخليك ديما مع اقتصاد اليوم.